وسهلا بكم أعزائي مشاهدي قنوات سكاي في حلقة جديدة من برنامجكم فضفضة. وصلت على صفحة البرنامج رسالة من أنسة بتقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبدون اسم من فضلك. خطيبي عنده 35 سنة، هو دكتور في جامعة ومحترم ومتدين ومرتاح ماديا جدا، والناس بتشكر فيه. كان متجوز لمدة 6 شهور بس طلق، وخطب بعد طلاقه رسمي، والجوازة اتفركشت، وهو مش بيتكلم خالص عن طليقته، رغم اني سمعت انهم كانوا بيحبوا بعض وكانوا مخطوبين فترة طويلة. كل اللي اعرفه انه قال انها واهلها سبب كل الجوازات اللي اتفركشت بعد طلاقه. حاولت اتواصل مع طليقته، رفضت، وحاولت برضو اتواصل مع اصحابها واهلها، محدش فيهم بيقول السبب ولا حد راضي يوصلني بيها. عرفت اوصل للبنت اللي كان خاطبها رسمي بعد طلاقه على طول، لانه تقدم لكذا حد وكان بيترفض بسبب انه مطلق. وعرفت من خطيبته دي ان طليقته مش هي السبب في فسخ الخطوبة منهم، وان هي ما تعرفهاش ولا عمرها شافتها، وانها هي اللي مش عايزاه، وقالت ده انا ربنا نجاني منه، وما قالتش تفاصيل اكتر من كده. دلوقتي بقالنا حوالي اكتر من سنة مخطوبين، وهو كويس وحنين معايا وبيقول انه بيحبني وان ربنا عوضه بيا عن كل الوجع اللي شافه. بس جوايا قلق، ما كانش القلق ده موجود في اول الخطوبة، بس لما شفت صور لطليقته وخطيبته، بنات جمال جدا وولاد ناس جدا ومستوى مادي عالي، حتى طليقته كانت شغالة طبيبة. بقيت بقعد اقول لنفسي في حاجة غلط، مش عارفة اعمل ايه، لان هو كويس معايا. ممكن تقولولي رأيكم، لان كاتب الكتاب كمان شهر، وملحوظة هو اكبر مني ب16 سنة. بصي، انا هرد عليكي برأيي، ومتهيألي والله أعلم إن هناك الكثير من الصواب. الناس هنا بتحكم من طرف واحد، والكل بيقول أكيد العيب في خطيبك. طيب مفيش دليل قاطع لكل ده، حاولي تكلميه، صرحيه بكل حاجة. وبعدين هقولك على حاجة، هو مش بيتكلم عن الماضي، معنى كده إن هو راجل محترم ومش عايز يتكلم عن أي حاجة تخص الماضي. إذا كنت أنت شايفاه إنسان كويس ومحترم، ما تمشيش ورا الشك، لأن أي اتنين سابوا بعض طبيعي بيكون عندهم مشاعر سلبية، وإنه مش عايز يتكلم ده شيء يحترم عليه. كان ممكن قال أشياء سيئة، لكن هو محترم. واللي أعرفه إن مفيش حد كامل، وإن كلنا عندنا عيوب. العيوب دي بتكمل برضانا، وإن كل إنسان عنده سلبيات وطبيعي عنده إيجابيات، وإن معظم العلاقات بتظهر أكتر لما بنتجوز ونعاشر بعض. دايما في فترة الخطوبة بنحاول نظهر أجمل ما فينا، ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: زوجوا من ترضون دينه وخلقه، وإذا نويت فتوكل على الله، لعل الخير يكمن في الشر. بصي، هقولك على حاجة، صلي صلاة استخارة، ولو مش عارفاها اسألي حد يكون عارف صلاة الاستخارة بدون أخطاء، ويا رب يديك النتيجة. سيبك من كلام الناس وسيبك من شك الناس، خليك ولا ربنا. صلي صلاة استخارة، يمكن يكون اتغير عشانك، أو عارف أخطاء، أو ليه نصيب معاكي علشان كده وصلك انتي. فصلي صلاة الاستخارة بخشوع، وإن شاء الله ربنا يكتب لك الخير. شكرا ليكم أعزائي المشاهدين، وما تنسوش اللي عنده مشكلة يبعت لينا على صفحة البرنامج اللي قدامكم على الشاشة، وما تنسوش تشتركوا في القناة من خلال الرابط اللي يظهر قدامكم. أشوفكم على خير وثقة ونجاح. كنت معكم أماني السيد.